وصفتي لليوم بيتزا الدجاج. يا جماعة بعمل بيتزا دجاج بطريقة جد بتشهي. رح أعمل أنا وياكم عجينة بتجنن للبيتزا. رح نعمل خلطة دجاج غير شكل، ورح نعمل كمان صلصة البيتزا. تعالوا أورجيكم كيف رح أعملها بطريقة أنا متأكد رح تعجبكم. يا جماعة الطعم حرفيا ولا غلطة. تعالوا نشوف. أول خطوة هون رح أعملها، رح أحضر للعجينة. رح نحتاج كوبين من المي، طبعا عندي هون المي لازم تكون دافية، ملعقتين كبار من الخميرة، طبعا ملعقة ممسوحة، بالإضافة من ملعقتين كبار من السكر. بحركهم مع بعض حتى تتجانس عندي المكونات. بعدين هون رح أنزل 6 أكواب معيارية من الطحين. انتوا هون بتحطوا في البداية 5 أكواب، الكوب السادس بتحطوه حسب الحاجة. نزلت هون نصف ملعقة صغيرة من الملح بالإضافة لنصف كوب من حليب البودرة. خلطتهم شوي، بتركهم تقريبا مدة ربع ساعة حتى يتفاعلوا مع بعض وتتفاعل الخميرة. ونزلت هون أقل من نصف كوب من زيت الزيتون. إذا حبيتوا تخلطوا بين زيت الزيتون والزيت النباتي أكيد بصير. هلا هون رح نستمر في العجن حتى تتشكل معي عجينة ناعمة وطرية. بغطيها وبتركها تقريبا مدة ساعة حتى ترتاح. حتى ترتاح عند الخميرة هون رح أحضر لحشوة الدجاج. رح نحتاج ربع كوب من الزيت النباتي، نصف كوب من صدور الدجاج، طبعا عندي هون صدور الدجاج لازم تكون مقطعينها مكعبات صغيرة. راح أنزل هون البهارات، ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ملعقة صغيرة بصل بودرة وثوم بودرة، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة مليانة من الملح. ورح نحتاج هون نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو ونصف ملعقة صغيرة من الريحان. بقلبهم مع بعض حتى يبلش عندي هون الدجاج يتحمر. وراح أنزل عليه هون اختياري الصلصة الحارة. ما تتخيلوا قديش راح تعطي طعم كثير طيب. تقريبا هون أنا نزلت ملعقتين كبار. نزلت كمان هون ملعقتين كبار من صلصة الباربيكيو المدخنة. راح تعطي نكهة غير شكل للدجاج. هيك عندي الدجاج صار جاهز. هلا هون راح أحضر لصلصة البيتزا. بالنسبة للصلصة هون راح نحتاج نصف كوب من زيت الزيتون، ثوم عدد 3. راح أنزل هون علبة من البندورة، طبعا البندورة اللي استخدمتها هون هي البندورة الإيطالية. ما تتخيلوا قديش طعمها طيب. نزلت كمان هون ملعقتين كبار من معجون الطماطم. بقلبهم مع بعض، بتركهم يتسبكوا تقريبا مدة دقيقتين. وبنزل هون البهارات، ملعقة كبيرة من الأوريجانو والريحان، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة من الملح. وراح أنزل هون الصلصة الحارة تقريبا ملعقتين كبار، بالإضافة لملعقتين كبار من صلصة الباربيكيو المدخنة. باقلبهم مع بعض. وهلّا هون راح أطحنهم، طبعًا لازم تطحنوهم حتى يصير عندي هون الصوص كتير ناعم. ما تتخيلوا طريقة هالصوص قديشها بسيطة وقديش طعمها بشهي. راح أورجيكم القوام بعد ما طحنتها. هيك عندي القوام ممتاز. طبعا هاي الصلصة يا جماعة لازم تعتمدوها بوصفات صلصات البيتزا. راح أورجيكم عندي هون العجينة بعد ما ريحتها تقريبا مدة ساعة. طبعا هاي العجينة ناعمة، شوفوا ما أحلى نعومتها. وهلا هون راح أرجع أعجنها وأطلع الهواء منها وراح أقطعها. بالنسبة هاي الكمية بتعمل عندي 4 حبات حجم وسط من البيتزا. طبعا هون رشيت رشة من الطحين. وهلا هون راح أقطعها تقريبا زي ما حكيت لكم 4 قطع. راح أحكي بالنسبة للعجينة هاي أبدا ما تشدوها بالطحين، خلوها شوي تلزق على إيدكم حتى يكون فيها هيك شوي من الرطوبة. هلا هون راح أبلش أحطهم بالصواني. طبعا هون الصواني دهنتهم بزيت الزيتون وفرشتهم بورقة زبدة. بنزل هون قطع العجين وبتركهم يرتاحوا تقريبا مدة ربع ساعة. لكن قبل ما أغطيهم هون راح أفردهم بهاي الطريقة وبتركهم يرتاحوا. طبعا خطوة كثير ضرورية، لازم تتركوا العجين يرتاح. هلا هون راح أفرد العجين على كل الصينية. زي ما حكيت لكم هاي الكمية بتعمل عندي 4 قطع حجم كبير من البيتزا. بالنسبة للبيتزا اليوم أنا راح أحشي الأطراف. طبعا هون راح أحط كمية منيحة من جبنة الموزاريلا على الأطراف. وبعديها راح أبلش أسكر فيها شوي شوي. وانتوا عم بتسكروا فيها حاولوا انكم تشبكوا الطرف مع العجينة حتى انها ما تفتح معكم أثناء الخبز. هلا هون راح أعمل ثقوب بالشوكة، لكن ثقوب كثير ناعمة بالعجين. وراح أحط هون كمية منيحة من الصلصة. وراح أحط كمان هون على الأطراف من الصلصة. أول إشي هون رح أعمله رح أحط جبنة الموزاريلا. لازم هون تحطوا كمية منيحة من جبنة الموزاريلا. بعديها بتحطوا كمية منيحة من الدجاج. طبعا هون لازم تكونوا كريمين بالحشوة. رجعت هون حطيت من الخضار الفلفل الرومي الملون، قطعته مكعبات صغيرة، حطيت عليه شوي من زيت الزيتون والأوريجانو ورشة من الملح.
راح أحط هون جبنة الموزاريلا، راح أحط هون كمان شرائح البصل ورشة صغيرة من زيت الزيتون. الصواني عندي هيك صارت جاهزة. هلا هون راح أدخلها الفرن على درجة حرارة 220 الرف الوسط حتى تتحمر عندي من تحت. طبعا أنا شغلت الشواية تقريبا يا دوب دقيقة حتى أخذت تحميرة بسيطة. هل هون على طول طلعتهم وقدمتهم. ما تتخيلوا يا جماعة قديش هالبيتزا طيبة. طبعا لازم تجربوها وتعملوها للبيت عندكم لأنه طعمها ولا غلطة. اعملوها بنفس الطريقة اللي أنا عملتها، أنا متأكد إنها رح تعجبكم. وهاي وصفتي لليوم. إذا حبيتوها وعجبتكم ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.